الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أول الوصايا أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا كلنا من المتقين، وأن يرزقنا التقوى ويرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يرزقنا الفلاح والنجاح دنيا وآخرة، وأن يثبتنا الله تعالى حتى نلقاه. نسأل الله الثبات، خاصة إحنا في زمن الفتن والمحن هذه، ما هلا ربي يثبتنا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على القول الثابت حتى نلقى الله جل وعلا. وهي وصية الله جل وعلا لنا، ووصية الأولين الآخرين أيضا، أن اتقوا الله. وهي حزام الأمان، نحن في حزام الأمان هي تقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن. وبنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفين. أيها الإخوة أيها الأحبة، موضوع مثل هذا ونتحدث عنه لسفيان بن عبد الله لما سأل النبي هذا السؤال الراية، وهي وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم، فهو يسأله حول مسألة الاستقامة. والواحد يحمد الله تعالى أنه يعني كان في بداية عمله يعني ما كشف ذاك الاستقامة اللي كان يشتهيها وكان يرجوها سابقا يعني، وهيأ الله تعالى المحاضر التربوية والأعمال الدعوية، ولا ما كنا هنا ولا التقينا هنا. وما حد ينكر لأصحاب الفضل فضلهم إلا في إنسان لئيم. واحد يعني كان له بعد الله الفضل، يعني أنتش لك وربيك ودرسك وعلمك وحفظك وخرجك وطبعك وخرجك رجال، يرجع أشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي يتحول واحد كلب. طيب ليش؟ أنا على الأقل يعني إن جاب ثوريميه ولا رجع مربطه، وأنت ما أنتش مخسر حاجة، هو خرجك لك لروحك، وما كنت أنت يعني لك أن بقرة حلوب عايشة تدور منه لبن وجبن، حوش حاجة. لكن يتحول إنسان آخر وهو ما لك يشبه. لما ربوك وبزوك وخرجوك ودخلوك حلقة التحفيظ وعلموك وقعت رجال وحفظت وأصبحت إماما وخطيبا وداعية وحافظا ما لك، تحول آخر تماما، ويبدأ يعني يتنكر لكل جميل. أذكر إحنا كنا طلاب، كان معنا شيبة درسونا سابقا، شيبة ما إذا كان يمر على المقابر ولا يمشي من جنبنا ولا حنلعب كرة قدم وقفنا كلنا ونسلم عليه، والكل يحب راسه. والله العظيم احتراما لأول من علمني حرفا، كيف الذي علمك وحفظك وخرجك؟ طيب وانت خلاص مش مشكلة يعني. لكن أحيانا بعضهم بصدق يعني أنا أشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشتعين أخبار الناس وما تكون قلوبهم من أحقاد، كل واحد عن صفحته، وهي صفحتك وصحيفتك وانت تكتب بهذا الشيء، لكن اللقاء يوم اللقاء. لا تقول أنا ما كتبتش أقسم لك بالله خليني أفهمك، ولا تفهمه، هو فاهم، هو داري خلاص. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اكتب بيمينك ايش مشتك يعني عاد، تكلم سب اشتم تطاول، ما تركوا أحدا، لا عالم ولا حافظ ولا إمام ولا خطيب ولا داعية ولا أستاذ ولا محضن تربوي إلا وقدحوا بين. ما هو الخبر يعني. طبعا هذا أحيانا الجرأة والبذاء أحيانا ما تجدش إلا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حق اليمنيين، جاسم بذلك العقلية المعفنة مكانتهم، ما رضيوا يتخرجوا، ويظنوا حينما يتكلم على الطرف الآخر أنه ما يستر الشرد أحيانا. لا والله يستر، والله لولا أن الواحد أحيانا يستحي من الله ولا قسما لا أصبط بعرض الجد مثل لزقه. والله لولا أننا نخاف الله ونقول ما ينفعش ما يصلحش، ولا عاد سمع خبر يصر ببطنه لما يقول أحد مثل بلال، ما عاد يدخل الفيسبوك خالص، لسانه واللقافة إذا هو لهنا عاد هنا لهنا. بس احنا ايش نعمل؟ نفرمل
شوية نقول معلش إن شاء الله تعالى سيحاسبه الله. لكن البعض أحيانا يتجرأ ويدخل في العمق ويتطاول على عباد الله. لولا استقامتك إنك عاد تدخل، أيش دير ردك؟ ليش سفيان يسأل النبي قال أنا أشتك تقول لي قول في الإسلام بحيث أنا ما أسأل واحد ثاني بعدك أبدا، اختصر لي الخبر كله. قال قل آمنت بالله ثم استقم. كعبارتين كلمتين قصيرة نفعة بدون شرح ومشروحة. قال قل آمنت بالله ثم استقم. إيمانك بالله إيش معنى؟ أنا مؤمن بالله حق الإيمان، أنا أؤمن أن الله حق والجنة حق والنار حق والنبي حق وابن عبد الله حق وما قال الله ورسول الله والحق. لكن ما الذي يمنعني أصلا أن حتى أنك تتطاول ولا ترد ولا تقول؟ حبك لله، طاعتك لله، طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني من أحرص الناس وأحب الناس على طلب العلم، وما كانوا يفوتوا فرصة يلتقوا بها مع رسول الله إلا وسألوه في كل مسائل أيا كانت إلا وسألوا يستفيدوا منه. ليش يستفيدوا منه؟ بالحياة الدنيا هذه تشتري لها صبر، تشتري صبر، تشتري إيمان من داخل. لولا عاد عندك إيمان أحيانا وصبرك وإيمانك، ما الذي يقوون على مثل هذه المشاكل والفتن والمحن مع هذه البلايا والخزايا والرزايا والمصائب ما عيثبتك إلا الإيمان. ولا كثير من الناس أحيانا قد يستقيم فترة من الزمن ما شاء الله، وما لو قد نطل وبعدها توقع نطلة خاصة إذا كان يستقيم ما شاء الله ينطل وما يكتفش بنطلته، لا عادوا عايجي يبرر، عادوا عايشرح ليش نطل. خلاص قال نطل الله وديعك مثل الفطير لا كان بعرض الطابون نطلت تلينا خلاص حرقت، لا عادوا عايشرح لك لحظة خليني أفهمك، مو عاد كان فاهمني، مو عاد كان تشرح تقول أصلا يشتي يبرر لك إنه كان من هو يعني، وبعض الحين يقول لك يعني وكنا يعني على ضلال، يا ونقول لا إله إلا الله. يا رجال كان عندنا في التحفيظ أحيانا كان عندنا في التحفيظ أكثر من يعني 10 حلقات بين المغرب والعشاء، 10 حلقات بين المغرب والعشاء. كان معنا بعد صلاة العصر أكثر من 500 طالب، 35 مدرس، ما معنا منهم يا أخي ندرسهم نحفظهم نعلمهم. أبوه بالبيت مفتاحين وأنا شاقي بالمسجد جالس حسي أجل المدرسين ودور له رواتب ومراجعة وتسميع وتكريم، لا ما يحفظ. قلنا له الله خلاص. والبنات نفس الخبر، بناتهم نساؤهم عندنا بالتحفيظ، درسنا علمنا حفظنا والله وضع ما طابت له لا هكذا ولا هكذا ولا طابت له خالص. ليش؟ لأنه لو الواحد أحيانا استقامته وخوفه من الله وحياء من الله هيتكلم معي يقول ما البذاء سهل، السيف والنذالة سهل جدا، لكن من الصعب أنك تمسك على نفسك في مواطن كنت أنت بأمس الحاجة أنك ترد عليها. ما بالأحيان تفرمل شوية علشان أنا أخاف الله، أنا ما أشتيه، إني أخاف الله رب العالمين. فالاستقامة يعني أعظم ما يحتاج إليه الإنسان خاصة في مثل هذا الزمن. أنت كنت من أول كان من أول يعني كنت من أول ما أنت مستقيم ولا أنت مصلي يعني ولا فرض مطلع فرض منزل، يسهل الله لك ويسر الله لك، ودخلت حلقة تربوية ولا حلقة بمسجد وسبرت أموره وأصبح رجال ما شاء الله، ورجال يحسب ويضرب به المثل. من هو خرجك؟ صبروا عليك المدرسين، وقفوا معك المدرسين صبروا عليك قاموا بالواجب ودرسوك وعلموك، وفجأة بعد سنوات طوال قد ما شاء الله تحول إنسان آخر. يا أخي على الأقل يعني اختشن شوي استحي شوي، تعين حق المدرس وهذاك المعلم حتى لو كان بمكان، لا تبدي له أبدا ولا تبدو لش، ولا لا حقدا ولا حسدا ولا كراهية ولا بغضاء ولا معاداة. والمسلم يعني ما ايش الإسلام هذه عندنا؟ ايش نشتي اسلام مطاط ولا اسلام سفري؟ لا، الاسلام بما يحبه الله. لما قال الله لنبيه تستقم امر كما امرت، تستقيم على ما قال الله وتسير على ما قال الله، تستقم كما امرت. امرك الله تعالى قال امرك هنا ونهاك هنا، قل حاضر بس. في عندك امر عندك نهي، الواجب ان نقف عند الاوامر، عند النهي خلاص قولك ممنوع لا يجوز، ما فيها معصيه لله. فأمس الحاجة أنت أنا وأنت بأمس الحاجة في هذا الفترة بالذات أن نظل على استقامة وارتباط بالدين وارتباط بالقرآن الكريم وارتباط بالصلاة وارتباط بالعلي العربي. أحيانا تقترب ما تسمرش، بعضهم دخل في المال وبعضهم بجاه وبعضهم بحق الدنيا وراح وضيع، أي حاسب الله.
أي حسب الله، ما ناس مكلف أدولي دفتر وجسك أحسب الزلات والهفوات والغدر حق الخلق، ما لي علاقة. الله إن استقام من اهتدى فإنما يهتدي لمن؟ لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ليس عليك ما يسمع النصوص كله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله أراد له الهداية واستقام، بعضهم كان صايع ضايع وفجأة تحول 160 درجة وأصبح رجال وسافر الحمد لله. وذي كنت أنت راكن عليه خبل مثل بلا سلكلة كرت ماذا؟ لا تحملنيش جرمه، لا تحملنيش أنا وزره، أنا علي علمت حفظت درست وخلاص والله وديع. ما ناس ملزم فقط إن أجلس أتابع وركب لي كاميرات مراقبة بعدها أين زرع أنا؟ الله وديع. الذي يستقيم ويستمر على استقامته وطاعته وانضباطه يقيس على ما هو عليه ويدعي الله دائما أضعاف. والله لولا، والله العظيم يا أخوي، والله لولا ستر الله، والله لا حذاقتنا ولا برجالتنا ولا شوي علومنا، لا والله إلا تثبيت الله. ولا في ناس نطق، في ناس مع الدنيا ودخلوا في الدنيا وطاح. ما كان النبي خايف على من يا أخي؟ من الدنيا بس، خايف أن تبسط علينا الدنيا وبسطت بعضهم دخلها بغير مغسل، وبعد يبدأ يبرر شوية ترك السنن، ترك الفريضة طاحس، وبعدين يتحول إنسان آخر. وإحنا قد جربنا حقيقة، عاد بعضهم ما شاء الله ذا يعني يبرر يقول لك جربنا حقيقة كنا معهم، وبعدها مو قد معنا بل سرحنا، ما قال جربنا ولا جربت ولا شيء إلا أنت أخذ بالي من أوله. إحنا قلنا فتوقع على رجال ما كذا إن شاء الله، لكن ما بعض ما يتعلمه عليه، مخبل على ما هو عليه، بس يحاول أن يجيد فن التبرير مثل كفار قريش. ليش تعبدوا الأصنام؟ قالوا بس ليقربونا إلى الله زلفى. وبعد إحنا وجدنا آباءنا نفس البرنامج على الطريق. نحن نجيد فن التبرير لأخطائنا. لا إذا أخطأت ولا زلت القدم أحيانا أنت تتعب. فلولا لطف الله وتثبيت الله قال لولا أن ثبتناك. من ظن تثبيت الله تدعي الله وأنت سيقول يا رب ثبتني على هذا الدين. فأحيانا الاستقامة هذه حصن حصين، وكان أمر الله جل وعلا لرسول الله واضح، فاستقم، سير على الطريق الصحيح الذي رسمه الله له. أرسل الله الأنبياء والرسول وختمه ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهذا المنهج وهذا القرآن الكريم بين أيدينا، ودي بين الأوامر ودي بين النواهي، وقال المطلوب منكم فقط سيروا على المنهج. لما تركوا الناس هذا المنهج وما استقاموش عليه جنينا اليوم ثمارنا كذا. فلما آسفونا انتقمنا منهم لأجل الانحراف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما تركنا ما أمر الله ورسول الله جنينا الثمار كذا اليوم، مشاكل وغصة وحروب وقاتل، مشاكل لا يعلمها إلا الله. ليش؟ عندنا منهج. الصانع الحكيم ذا الدين من العدم قال لنا صلاحكم هانا عندي. لا، ما تركنا هذا الكتاب وراءنا ظهريا، وأردنا أن نشرع ونقنن لأنفسنا بعيدا عن شرع ربنا، وهدفنا كلنا. وبعدين نرجع مرة ثانية وتتوب إلى الله ونصلح ما بيننا وبين الله، يقبل الله توبته. لو بما بقى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ارجع بس بسط. لكن توبة ورجعة هذه توبة المستهزئين. توب ورجع، ما يوقع بك ولا تخاف، وجنة مش حق واحد والنار مش حق واحد. أنا عدت عند الملك ما يرجعنيش، خايب بفضل الله. فإذا استقام الحال، الاستقامة في التوحيد أن يكون قلبك معلق بينه، توحيدك، حبك، سجودك، ركوعك، ذكرك، دعائك، قيامك، صومك، ما تجتمع حد فيه يا أخي. اجتمع عند الله. استقامة بالتوحيد أن يكون موحدا، أن يكون سجوده وركوعه وذكره وطاعته وسرحته وريعته يبتغي بها وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كانت النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم. توحيد في العبادة ايش معناها؟ قال أن تؤديها بإخلاص. أي عمل تعمله، كل أي عمل ظاهر ولا باطن تؤديه بإخلاص. لجنة متخارج أنا صايم من أجل الناس، ما يفعلوا لي الناس هذا، ما يعملوا لي يا أخي، ما معنا يعني، ما حد ينفع أحد، ما ينفعك لا ولد ولا تلد ولا مال ولا صاحب ولا قريب ولا جاه ولا حد ينفع أحد.
مش قال لنا هو في الكتاب الكريم قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عمى، فأنت تعمل أي عمل تبتغي به وجه الله. استقمنا توحيدا وحدناه وعبدناه، واستقمنا عبادة أن يكون عملنا خالص لوجه الله، صمنا لوجه الله، زكينا لوجه الله، حضرنا لوجه الله، دعينا لوجه الله. لا نريد من الناس شيء، مالي ولا الناس ما عنده شيء. الناس فقط للانتقاد، سينتقدوه ويقولون ما حد أسلم يا أخي، ما حد أسلم من الغرابة ولا من الخبر ولا من الوجع، ما حد أسلم، ما سلم رب العالمين. قالوا إن الله فقير وإن الله ثالث ثلاثة ويد الله مغلولة، وقالوا أن القرآن أساطير الأولين، ما سلم حتى رسول الله. ومع ذلك أيضا لما صبر واحتسب نال الأجر العظيم وفتح الله على يديه الدنيا كلها. استقامة أيضا في الأخلاق، فلا تخون ولا تغدر ولا تظلم أحد، لا تخون. كنت في عمل دعوي أيا كان لا تخون، عيب، استحي من الله، خاف من الله. ما عجبنيش أحيانا وقد الدنيا مقلفة تروح وعيش بالبيت. كيف فلان قل له حلا وخلته قال خلوه برس مغطي بخنس، لكن لا عدو يخرج وعدو يبدأ يبرر وهم فعلوا. ليش يا رجال؟ ليش يا رجال؟ ليش يا أخي؟ لا تخون، أنت مستقيم، لا تخون ولا تغدر بحد، لا تغدر بأخ صاحب قريب، لا تغدر به ولا تكذب عليه ولا تبيع. ولو سألوك الناس كيف نلقى بينه خير، نسأل الله يثبتنا وإياه، وخلوا على ما هو عليه. لكن يبدأ أحيانا بالذم وتطاول على الآخرين وأنه ما فيهم خير أبدا. الاستقامة أيضا حتى في المواقف. ايش في المواقف؟ ألا يكون صاحب مصلحة، ما يجي معك إلا مع مصلحة، ولا يتعلق معك إلا مع مصلحة، ما بش. خاصة في العمل الدعوي والدعوة إلى الله ليس فيها مصالح. لا تصدق ما يقال في الفيسبوك وغيره، وأنا أعرفه وعنده، ما بش. ما جنت الدعوة يعني ما جنت حتى على رسول الله منفعة مادية أبدا. تعرض النبي للأذى، تعرض للاغتيال صلى الله عليه وسلم، وما جنى منها شيء إلا التعب والمعاش والأحزان. ومع ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي صبر هذا يعني؟ أي صبر واحتساب هذا؟ لو كان يشتي الدنيا يرفع يديه السماء فقط وجبال مكة كلها ذهبا وفضة، لكن قيس على ما هو عليه، ربط على بطن حجر، بل حجرين من شدة الجوع، يعني ويعيش بالمعاش والناس كلهم، بس بيت من الطين. حتى لو أنت كنت داعية، لو عندك حتى كنت داعية وربي فتح عليك بيت، مراه، سيارة، دنيا، إيش فيها؟ حرام، عيب، لا عيب، الله المستعان. المطوع لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتزوج ولا يسوق سيارة، ما رايك القطب بالشارع لا يطيب نفسها؟ ما تجي خبل أنت ولا كيف؟ من حقه أن يعيش كبقية الخلق، بيت ومرأة وسيارة ووظيفة وعمل وبدلة وكرفتة وسرعة ورجعة، لكن عنده داخل دين كالجبال الرواسي. لكن لا هو طول ما شاء الله بيصلي بالسيارة، لا عيب، عنده صعبين. نرد هذا الصحابة ما يصلح يسوق سيارة وبيت ومرأة وإيش فيه ولا فيها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. استقامة في المواقف، ما يتلوش، صاحب مصلحة يصير حيث ما سرحت المصلحة ويجي مع المصلحة، ما بش. خاصة في العمل الدعوي ما بين مصالح ولا فيها أموال أبدا. ما جنت الدعوة لمحمد ولا لأصحاب محمد أي جانب مادي خالص صلى الله عليه وسلم. وبعدين وقال ونحن في زمن المغريات هذا كله، ونحن في زمن المغريات، وأصبح المستقيم اليوم غريب في داخل المجتمع. مع ذلك يبقى الأمر استقم، ما له للناس. ما شاء الله منين هذاك مطوع، قولوا من اليوم من الليلة. لكن أقول لك والله أقسم لك بالله خليني أفهمك، أو والله أنا حقدع ما هو واحد صاحبي يعني أحرج، ما حرجك، ما رأيك بين سادة حنا جيت حضرت الله يبينه وقلبك، ما حضر الله وجهي خلاص. لكن لا تحاول أحيانا، الواحد أحيانا لما يستقيم يوقع عرضة للنقد، ولم يسلم أحد، وما حد يستر يربط للسنة حد، هيتكلموا عليه، هيسبوه، هيشتموه، هيطولوا عليك، لن تسلم من الأذى، ما حد هيسلم. لكن وطن نفسك أنك تبرك مثل الجمل على الصخر، اصبر
والله ما تسمح أحيانا ولا يزعلك أحيانا بعض أيام إلا لو تحصل كلمة نابية ووجعة من هنا ووجعة من هنا على حقيقة ما تكلف. ندفع ثمن اللحية أحيانا خبر ما حد يقول ونقول له شكرا جزاك الله خير. الليل زيد له كلمتين ساعة الرحمن ذا الحين عادنا طري ونعوده الليل. ليش مجننا ما تعودت عليها؟ ولو حلق لحية قال والله المستعان فأنت يعني مطوع. قلنا ضبحنا وحلقنا كم نفعل ضبحنا وحلقنا لا ما يصلح لما كأنه وسم لك أنت فقط وسم لك أنت فقط. أنا لو كان بيدي أنا ما أخليه لكن طاعة لابن عبد الله. أنا أحب الله ونحب رسول الله وهو الذي قال عفوا قل له على عين حاضر ويرضي ولا عنه لا ما فيه عيب أبدا ولا تحرك. الواحد أحيانا يمكن يخاف الله ويستقيم استقامة صحيحة وواضحة وبين استقامته في العبادة استقامته في الأخلاق استقامته في العقيدة استقامته في التوحيد أيضا الذي يعين حالنا اليوم. إحنا مسألة حاجة لا ضروري أن نستقيم بالقول ما يقعش عندنا ازدواجه قول واضح وبين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. النتيجة أبشروا بالجنة. الجنة دي الجنة ونعيمها وحورها وقصورها وبساتينها خيامها أنهارها. استقم وقع رجال ما نول الناس استقامة في القول فلا ازدواجية كل يوم خبر أو يعمل فترة من الزمان ونطل. لما أنت أصلي لي أتقرأ قرآن لي أنا أصليت لروحك قريت لروحك صلاتك وزكاتك أقول لك أنت ماشي لي أنا. فلا ازدواجية عنده في الأقوال ولا في الأعمال أبدا. استقامة أيضا حتى في المواقف ما بش نفاق وتحصل رجال على العصبة على الذرة رجال ما عنده نفاق أبدا لأنه عارف أن النفاق ما يجوز ما يتلويش ويبدأ برنامج أظن وأعتقد وربما حقيقة ولا تبرر يرضي ولا لا يرضي عمره ذهب ما لنا يا ما نرضيهم. كان من أول كان معنا الشريط نسمعه. اليوم كل واحد سبحان الله كشف الله ما في القلوب والصدور ودي لك واحد تلفون ومعك موقع في الفيسبوك ولا في أي مكان وتعين كل واحد خرج خبايا قلبه تماما خرجوا أحقادهم الدفين حق سنوات على الدعوة والدعاء. يعمل لن يضركم إلا أذى. يتقولوا يقول ماشي لكن أنت خليك ماشي اسلك هذا الطريق وما تتردد أبدا مثل ما قال ابن عثيمين رحمه الله قال إن الطريق إلى الله طويل ونحن سنسير فيها كالسلحفة فلا يهمنا طول الطريق لكن الذي يهمنا أن نموت على هذا الطريق. ازدواجية ما فيش ازدواجية عنده استقامة حتى أيضا في المواقف استقامة حتى في النصرة كيف ما فيش خذلان لا خذلان أبدا. لا يمكن أن يخذل الإخوان أبدا. المسلم أخو المسلم لا يسلمه لا يظلمه لا يخذله. ليش تخذله وأنت مستقيم دارم قال الله الناس كلهم اليوم مستقيمين والدين الناس كله مش حقبين ولا عقب واحد هذا دين الله هذا الإسلام الناس كلهم. ما يجي واحد يقول لك عليها وإن يوم طاعه ما تكلموا على ما تخابر أمرنا نهينا قلنا بلغنا دعينا هذا جهدنا ما رأيك. ولو بس بندق يدافع عن نفسه قال الإرهابيون الجدد المتطرفون الإرهابيون أصحاب الإسلام المتشدد يسموه الإسلام فوبيا. إيش الإسلام فوبيا؟ الإسلام فوبيا صحيح الطريق مش سهل لكنه طريق النجاة ما مش معنا طريق الانزعاج. أما الانحراف سهل يعني عارف واحد ضاع طيب بالله عليك أنا أدخل الدنيا وجلس فيها 40 50 60 سنة أرجع أخرج منها عطل وبعدين ما همني ما كل الذيب إلا شمات الرواعي. دخلنا عشنا فيه أنا شباب وأنت شباب وعشنا فقط الدنيا سنين من أعمارنا وارجع أخرج من الدنيا عطل لا صلاة لا قرآن لا أعمال لا أذكار لا دعاء وصلى هناك وقل رب ارجعون ما تجعك عمل مو تجعك عمل كنا هناك. اليوم يومنا اليوم نتعب نوصل نكاد نرتاح ننبسط. فالطريق طويل ومتعبة جدا وتحتاج منا صبر مصابرة ومرابطة. فالطريق صحيح ليس سهلا لكنه طريق النجاة
قال النبي قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة ماشي موسمية ولا مؤقتة، بل ثبات واستمرار على يا لما تلقي الله. بعضهم يفعل فترة من الزمن وما تدري وقع خبل درك هي لو خبل وقع كان حالقة، قال لك والله يا أخي شوف حقيقة يعني ما فيش فايدة، ما فيش فايدة بل. ايش الفايدة يعني؟ ما كنت تتوقع انك اجي تصلي يعني تمل الجوني ولا كيف؟ علمي ما مش فايدة، لا بالعكس. الاستقامة هذه ماشي موسمي، يعمل فترة ورجع واستقام فترة ورجع، او يخاف من كلام الناس. ما شاء الله انت مستقيم، خذك مطوع صح، خذك مع اخواننا في الله. ويبدا الشيطان يقول لك شفت اكلوا قلبك تكلموا عليك، انا انصحك لوجه الله. أبك أحسن منه، ما بش أحسن منه، هذا طحطوح. كيف نعمل؟ قال ارجع لك على ما كنت، والله أنا أحبك من قلبي. خرج آدم وقعنا مفتهنين، لا روحه ولا فتح عليه، قعنا مفتهنين مرتاحين. واللي غصص على الرجال وخرجين ده الحين ونزلوا من الاثنين فوق الدنيا اهبطوا منها جميعا بعضكم من بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والشيطان في الدنيا أني خلاص ايش الحل؟ لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ناوي على الشغل ونزل يشتغلنا شغل الشهوات وشبهات، لكن مع الشبهات والشهوات ما بش عليه سلطان لنا خالص يا أخي، ما بش لا سلطان قوة ولا سلطان حجة ولا سلطان قهر. ما تقولش والله الشيطان يعني أغواني، ما خبرك ولا جال عندك. عينت واحد جاء الشيطان عنده قلب حي الله بطل الصلاة، أو لا أنت من نفسك فقط حصل شوية هواء وتوكل على الله وشغلك تماما. الشيطان يعدكم الفقر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مع عداوتنا معه قائمة لا من حتى عند اللحظة الأخيرة وهو معك أيضا ما يشتيك تموت على التوحيد، لأنه قد يا أخي يشتي جمهور يجمعهم يكونوا مجموعين يوم القيامة ثم يقوم خطيبا بريغا ويصيح لهم كلهم حق الزبانية. كيف دعوتكم فاستجبتم لي، أول مرة يعينوها الله لا روحك ولا فتح عليك. لكن كيف نفعل؟ فانت أركنتنا قلت عاد دخلنا الجنة وعاد تنفعنا ونرزقها. كيف الخبر؟ قال لا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله تتحسر من كل قلبك تتمني أنك ما خلقت ولا وقفت هذا الموقف. حتى قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أن نسرحهم نجعلهم بينه لا عاد ادعسش يا سين عليه، لا ادعسش ادعسوا ذا الحين. قل له لا والله ما زيت علي، أنا وأنت مغاربة. إن جاي تدخل صلي يا رجل صلي على النبي. أنت قال صليت برمضان وأنت نسيت تقرأ القرآن كان أنت قرأت برمضان كان عملت. ويبدأ يحاول يسوف عليك ويلعب عليك تماما فلا نستجيب له. عداوتنا ايش العداوة حق الشيطان؟ أنه رد الأمر على الآمر، ما رضي يجي على الطريق. قال الله الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هو الوحيد رد الأمر على آمره. والله لو عظم الآمر لعظمت الأوامر. فالشيطان حريص على الإغواء وعلى الإغراء. فمعك أحيانا تحتاج أنت معينات في الطريق تعاونك، مراقبة الله، تستقيم سواء وتظل استقامتك على ما هي عليه. راقبه وخاف الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الناس راقدين وقام بالليل يناديه ويناجيه ويشكي عليه بذي القلب كلهن، سجد وركع وبعدين دخل عالم آخر. وقفت ببابك يا الله، لا تعذب قلبا أحبك ولا لسانا ذكرك ولا عينا نظرت إلى ملكوتك ولا أذن سمعت كلامك ولا جباها سجدت. أنا ضعيف وأنت قوي، أنا بخيل وأنت كريم. ما يفلتناش خالص. نراقبه مما يعين على الاستقامة ويستقيم مراقبة الله تعالى ويراك لا تنحرف ولو تتعب، لأن بعد التعب يا شيخ أيوة قاوم حق الشقاء. لكن أما يتعب هنا نشكي طالع ونازل لا قوي جنان والله جنان. نوصل هنا ما بشيء ولا ما نحق الله. ما رأيكم يعني؟ وبعدين قال يوم يعض الظالم على يديه، قالوا من العض يختلط العظم باللحم. ما لك استعمال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فلت السبيل كان واضح.
لكن من أجل قمر أنا الحمد لله يعني مسلم أبا عن جد، لكن إن شاء الله تعالى دعواتك لي بالتثبيت، الله يثبتنا وإياك. راقبه مما يعين على استقامتنا، مراقبة من ربنا مما يعين على استقامتنا صحبة المؤمنين. ما يقعش واحد مستقيم لا يجمل الصالحين يعاونوا، لو الحال عين طل ولو كان كيف ما كان ولو أنت مطوع يجي عليك فتحيرا تكسل تفتر، لكن جنبك واحد معاون صلاة قرآن عمل أذكار صيام مبيت دعوة عمل شغل، تنسي التعب كله. ليش يعاونك؟ المرء قليل بنفسه وكثير بإخوانه. واحد جنبك يعاونك، هل فعلت؟ هل صليت؟ هل قرأت؟ هل راجعت؟ هل فعلت؟ ليش يعاونني؟ ليش نجزع؟ ليش نخرج إلى طريق؟ والله رحم الله البصير عندنا الله يرحمه، كان كبير عمره حوالي 90 سنة، كان صوته جهوري عندنا في البلاد، واحنا كنا طلاب صف سادس وخامس وكذا. وبعدين جاء دق الطاقة، صيح من باب الطاقة حق الفصل وقال اخرج لعندي. انا كنت اخرج لعندي، خرجت. قال انا بهدوء انا تعبت جلسة هنا، نشتي نتوكل على الله عند الحبيب. من الحبيب؟ قال بي صلينا وسجدنا له كثير، لا تراه إلا ساجدا ذاكرا باكيا يحفظ قرآن البقرة إلى الناس وهو كفيف، وإذا أذن تسمع صوت جاورين لا تحسمه، صوت ما شاء الله عملاق، الدنيا هادئة. وكان يرفع صوته بالنداء والحالة، وكان يقول لا إله إلا الله مالك الملك وملك الملوك والملوك له عبيد. كان حين يتعذب يطلع يعني عند الماء يدوره والماء كان قريب منه، ويرجع جوا المجمع المسجد قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هيا حقي عليك سجلين كمان أنا موظف. يعتقد تماما إنه عيلقي يوم تجاهنا يوم صعب وشاق، ما ينفعون الناس أبدا، ما حد ينفعك، لا ولد ولا زوجة ولا مال ولا سيارة ولا حد ينفعك ولا حتى الجماهير. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هذا الكتاب لا غادر لا صغيرة ولا كبيرة، وكل شيء موجود، لا تسمع إلا همس، ما يسمع لك كلام صغير مو يقول بالهمس، ما احناش دارين. ثبتك الله وعانك الله على ذلك كله، خلقنا لابتلاءنا، نصبر على هذا الابتلاء، نستقيم ونعين ما يعيننا، نراقبه. معنا صحبة مؤمنين، واحد جنبي يعاوني يقوم بالليل، يا فلان صلاة الفجر الفجر الفجر، الصلاة في الفجر، والناس كلهم يروحوا يصلوا كلهم. اللي ما معك أحد يعاونك، معك منبهات. المرء ما بيش مع أحد، الإنسان بدون زملاء وإخوان ودعاء علماء ما حد ينفعك. نشتي واحد بعد دائما يذكره، لقد يتذكر أيضا الدعاء من معيناتك على الاستقامة دائما. وانت راكع وانت ساجد ادعيه، ابتهل، قل كل قلبك من كلمات، أي كلمات عندك قولها، لا تنمقش. أنت من يحدد الزمان والمكان وادخل عليه مباشر. البشر يحتاجوا زمان ومكان وكلمات وقدم ورقة الوقت انتهي، لكن عنده ادخل أنت من حدد الزمان والمكان وادخل والعبارات والكلمات بدون اللي بنفسك، بس قول بس ما لك علاقة. تراه سميعا قريبا مجيبا، يجيب المضطر إذا دعاه، ما يخليك حين تردع راسك لو قد كشف ما بك من بلوى ولوعة. ادعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب لنا من الناس كلهم، أقرب من المرأة والجهة والدنيا كلها، قريب. قل يا ربي أنا وقفت بالباب ما بش بي أحد، أنت الكريم المتعال، ما يفلتنيش خالص، ما ينسينيش خالص، ما معي وأنا أدعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نقوم ندعيه يا رب ثبتني، لأن نضيع أنزل وزلت الأقدام إذا زلت خذوا زرا. وأنا قلتكم سابقا ما همني ما كان الذئب إلا شمات الرواعي. الناس يقول الله المستعان، فو كان مطوع، فو كان مصلي، يا أخي حتى هو كان مطوع ولا كان مصلي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا واحد أخنا طلق ما كتب شل، قد ينطل، لكن دائما دعاء يا رب ثبتني. يرجع ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وساجد يا مقلب القلوب ثبت قلبي. خايف من الزيغ، خايف من الانحراف، نحتاج احنا ما يعيننا عليها، ما فيش احسن من الدعاء. صرف الله عنا من البلايا والمشاكل ما لا يعلم الا الله، والله لو درينا بها والله لاستحينا ان نتخابر. ومع ذلك الله يدفع عنا بلايا انت ما انتش داري.
مش بحذاقتنا ولا برجالتنا. من هو قال لك أنت؟ والله دفع الله عنا بلايا ومحن ومصايب لا يعلمها إلا هو. احنا مش دارين. بحسنة قدمناها، بصلاة قدمنا عملناها، أنا صوم مرة صمت كذا ونسيت ودعيت الله، أحصاه الله ونسوه. احنا قد نسينا لكن ما نسيش. ودفع الله عنك البلاء ودفع عنا المصائب لما التقينا اليمنى. غيرنا قامات تقام 70 موت قدم عظام نخرة، واحنا الحمد لله موجودين آكلين شاربين لابسين ضالين بيت ومرأة وسيارة ودنيا سابرة لما يجي الموعد المحدد، إما بطلق ناري ولا إما بالموتور ولا بسيارة ولا يموت موتا طبيعيا. طلع أنتهت مهلتك الله وديعك، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يجي الموعد قال تطلع كان باقي البيت ما مفسر، العيال ما تزوجوش، البنات ما قصار، ما لك علاقة في الموضوع. هناك راع هناك مالك هو الله. خلاص كتب الله الفناء على كل المخلوقات، حتى رسول الله مات إنك ميت وإنهم ميتون. مما يعين على ذلك أيضا الابتعاد عن مواطن الفتن، يعينك على الاستقامة. فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة، أحيانا أماكن فيها شبهة أحيانا ولا فتن ما أنا مانع منها يا أخي، أتجنبها وأترك حتى أجنب نفسي الزلل. فلا يكفي أن نتحدث عن الحق، بل يجب أن نثبت عليه. والله يجب أن نثبت عليه. لا يكفي أيضا أن نعرف الطريق، بل يجب علينا أن نسير فيها دائما وأبدا. الاستقامة استقامة قلب، قلبك مستقيم مشبع بالإيمان، تشبع بالإيمان. يا رجال كنا نعين الناس شيبة قد بلغوا من الكبر عتية. والله في الصف الأول في المساجد بالبلاد لا بصنعاء كنا ما شاء الله تحسب الصف الأول ما تعين إلا داكيا داعيا ذاكرا. كل ما خافت قال نسأل الله حسن الخاتم، نسأل الله حسن الختام وتنزيه المقام. هذا كان دعاء أبوك وجدك اسأله، كان دعاء من زمان. نسأل الله تعالى حسن الختام وتنزيه المقام. أيش ينزه مقامك؟ يرفع الله لك المقام، ينزهك الله يرفعك الله جل وعلا. فالاستقامة استقامة قلب، قلبك مولع بينه. من ضمن السعداء السبعة وشاب ورجل قلبه معلق بينه، محب المساجد، يحب الصلاة والقرآن والعمل والدعوة واللقاء. هذا من قلبه أصلا، لأنه خايف على نفسه أيضا كذلك. هل هي صعبة؟ طريقة الاستقامة هي طريق ملان شهوات شبهات. الاستقامة تحتاج إلى جد. ليس المطلوب أن تكون كاملا، بل المطلوب أن تكون إيش؟ ثابتا. ما الكمال ما حساتر، لكن يكون ثابت لا ما يلقي الله. وإذا استقام علامات، إذا استقيم ما شاء الله. إذا استقام أول واحدة الصبر على شدائد، تحصل صابر. تعرض لمشكلات، تعرض لأذى، فقد أحد أبنائه زوجته أحد أقربائه، تحصل صابر. صابر محتسب ما بش مثل أبدا موكل مودع. هذا حق الله، زرع الله وحصاد. صابرين على الشدائد. احنا صابرين والله، صابرين بهذا البلاد، والله صابرين بهذا البلاد. إذا ما صبرنا اليوم مع هذا متى نصبر؟ تكلم أكثر من 316 مرة في 56 سورة عن الصبر، وربي يتكلم عن الصبر. من ذي خابر بالصبر؟ الصحابة قد جزعوا، بعضهم قال بشر بن عبد الله والله رضي عنهم جزعوا. لكن أنا وأنت من دعاء بشرنا؟ من دعاء خابرنا يا أخي؟ من دعاء يدلنا على الطريق؟ إلا غير أن نسلك هذا الطريق على كنا عليه، ولو يطول علينا الطريق شوية. اصبر نتحمل لما نلقي الله. أيضا الثبات على البلاء. يبتليك أحيانا، يبتليك بلاء صعب، اصبر عليه. قل ما دام من عندك حياله. ما يبتليك إلا يحبك، يرفع قدرك وشأنك ومقامك. أزور واحد مريض بترت قسمه الأولى ثم الثانية، لما زرت قلت كيف الخبر؟ قال حقه. يا أخي ما هذا الرجال رحمه الله ما كان أقوي ما شاء الله. قال حقه والله لو قطعني إربا ما ازددت فيه إلا حبا. لم يمضي عليه إلا أسبوعين توكل عليه. قال حقه وأنا زرع حصاده. المهم هو راضي علي. شفت الخبر؟ المهم إنه راضي علي. أحسن شيء الرضا، وأن نرضى بما قسم الله لنا. علامة المستقيمين الإعراض عن الجاهلين. نعرض عن الجاهلين. كم وكم الآن في زمن التافهين وزمن الجاهلين وزمن الحاقدين والمتربصين بالدعوة والدعاء. لن يسلم أحد. اعرض عنه، اعرض عنه.
مالي ولا هو، أنا علي أبلغ دعوتي وعملي مالي علاقة. دعاية يصبر سبر ودعاية الله وديع، أنا مكلف أجي باب الجامعة صحح دعاية ودعاية أخرج، لا أنا الواجب علي فقط الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، دعونا بالحكمة، لا كفرنا ولا فسقنا ولا بدعنا ولا قلنا أنت وأنت أبدا، دعينا بالتي هي أحسن رجاء أن يصلح حاله فقط. نبتعد عن الجاهلين. اليوم الجاهلين كثر، والتافهين على مواقع التواصل الاجتماعي كثر، ما بش معهم مهرة ولا معهم عمل إلا أصحاب الدين. لا خلوا حافظ ولا خلوا إمام ولا خلوا خطيب ولا خلوا داعية ولا خلوا رياضي ولا خلوا قاضي ولا خلوا موظف، ما حد على الدنيا بسالم، حتى القمر لا سماها، لن يسلم أحدا. وأخيرا أحبة الكرام، تذكروا حديث قوله ذاق طعم الإيمان، ذاق حديث ابن مسعود لما خط النبي خطوطا، وبعدين خط مستقيم وخط جنبه خطوط، قال هذا سبيل من؟ هذا سبيل الله، دعاية الطريق، هذا الطريق طويل. كم نقول بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يوميا في كل صلاة، في كل فاتحة نقرأه، الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى الله. ليش تصلى عنده؟ قالوا أقرب الطرق إلى الله عن طريق من؟ الصلاة، أقرب الطرق نصل إليه. إذا استقام حالنا يصلح الحال ويتبدل وينتقل حالنا من هذا الحال إلى أحسن الأحوال بحول الله وقوته. مش علينا فقط أن احنا نعمل نبذل أسبابنا ولا نتعلق بها وندي جهدنا فقط، ما لنا الخلق يرضي ولا ما يرضي، ما نحن ما كلف الله علينا، والله ما حد راضي خالص، لكن نصبر ونحتسب وعمل ودعوة وصلاة وقرآن وأذكار وحلقات تحفيظ وتكريم، ماشي إلى أن يأذن الله. اطرح بذرتك وتوكلك على الله، وعاجي يوما ما تحقد عليها بإذن رب العالمين. الأيام هكذا ما دامت لحد، الأيام دول والليالي حبلا. قال أبي حامد قال الدنيا كسوق انتصب، ربح فيها الرابحون وخسر فيها الخاسرون. اللي موفق ربي يسهل له ويسر له ويدعيه سيستمر على استقامته، على طاعته، على قربه، على ذكره، على دعائه، على ما هو عليه، لا من أين أن يقال الناس، من أين أن يرضي الله جل وعلا. فنسأل الله أن يرضى عنا جميعا، نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم بحوله وقوته، وأن يغفر لنا ولكم ولأمة محمد أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسما على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم توفنا وأنت راضي علينا، وارضي علينا وعلى والدينا، واصلح أولادنا وبناتنا، إخواننا، أخواتنا، زوجاتنا، أقاربنا، مشايخنا، دعاتنا وعلماءنا، واجمعنا جميعا في مستقر رحمتك. اللهم اجمعنا جميعا في مستقر رحمتك، وطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. من كان معنا مريض نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه بحوله وقوته. وذي صاحب حاجة نسأل الله تعالى أن يقضي كل واحد منكم حاجته، وما يجب الحوائج إلا الله، ونسأل الله أن يقضي حوائجنا كلنا، وكلنا حاجتنا أن يرضى عنا بحوله وقوته. رضي الله عنكم، رفع الله قدركم ومقامكم، كان الله معكم أينما كنتم، وفقنا الله وإياكم. ونسأل الله تعالى مثل ما جمعنا وإياكم هنا أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته مع سيد الدعاة وإمام المرسلين محمد بن عبد الله.